أجوث على مسابقة حساب ذهني الثانية دي داخلة ببغدادة. بشارك بقاح تقريبا بحدود 30 طالب طبعا كيوم قسمة على شكل 4 مستويات اللي هي الروضة والتمهيدي ومستوى الأول ومستوى الثاني. طبعا يعني طلاب كلية من نفسي بينثه، وكل مركز أو كل مستوى كسبي منه 3 طلاب. طبعا يعني أغلب الطلاب اثروا المشاركات سابقة في مسابقات سليمانية بغداد كيهم شركة أونلاين، واكيد كنا محصله مراكز متقدمه، مركز ابطال ومركز بطل الابطال همينه كنا محصله، وان شاء الله دائما بتاتي المشاركه في هذه المسابقات ونطرخ من مستوى الطلاب ديدا. وايضا اثوالا معرض لمشاريع البرمجيه لمجموعه من الطلاب. طبعا الطلاب كيشقي دورات خلال العطله الصيفيه ومحضروا مشاريع ديتد مشاركه في هذه المعارض، وايضا كمشاركين مسابقات محليه وعالميه. طبعا هي مسابقه النسخه الثانيه قاميتيشن ولا النسخه او معرض ومسابقه نفس الشيء، اعداد بشق الصياوه، وما شاء الله سنه اعداد بش حيله، وان شاء الله طموحها في المستقبل نزيد اعداد المشاركين واعداد ايضا طلاب مشاركين بالبرمجه حتى زيد امكانيات او طلاب تمثلي بغداده في مسابقات العالميه او المحليه. وايضا مثلا بعض الطلاب نط المستويات الثانيه، واكيد دورات قادمه مولخ مستويات ثالثه ورابعه، لان ماط المستويات جدا قويه وممكن نشارك حتى على مستوى العالم. اهلا وسهلا براعينا الجليل مار بنديكتوس يونان حنو رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك، وأهلا بالحضور الكريم. نتشرف بحضوركم المسابقة المحلية للحساب الذهني التي يقيمها نادي الطفل الموهوب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسوروبان والرياضيات الذهنية. هذه المسابقة هي فرصة رائعة لإظهار قدرات طلابنا الحسابية وقدراتهم على حل المسائل الرياضية بسرعة وبدقة. يهدف الحساب الذهني إلى تنشيط ذهن الطلاب لإجراء عمليات حسابية من دون استخدام أدوات مساعدة كالحاسبة والورق. قبل بداية المسابقة يجب أن نوضح عن آلية إجراء المسابقة. المسابقة مقسمة إلى 4 مستويات، كل مستوى يتنافسون فيما بينهم. عدد الأسئلة هي 200 سؤال يتم الإجابة عليها في 10 دقائق فقط، والطالب الذي يحل أكبر عدد من الأسئلة الصحيحة يعتبر الفائز بالمراكز ال3 الأولى. والآن بكل فخر نعلن انطلاق المسابقة. من بعد ما سحبنا الأوراق راح أكيد يشوفون الإجابات الصحيحة الأساتذة، ومن بين هذا الوقت راح يكون أكو مفاجأة راح يعلن عنها الأستاذ نور، فليتفضل. طبعا من بعد أكثر من سنة من تحضير وتصوير ومونتاج وتعب وجهد، أحب أعلن لكم أنه أخيراً كورس البرمجة والذكاء الاصطناعي والأردوينو كمل. هذا الكورس مصمم خصيصاً لتنمية عقول وأبناء وإعداد أبنائنا لمستقبل مشرق. طبعاً مثل ما نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي هي لغة العصر، هي مو مجرد مهارات إضافية بل هي أساسيات تفتح الأبواب أمام الإبداع والابتكار. ومن خلال هذا الكورس الطالب يتمكن من فهم التكنولوجيا مو كمستخدم
مو ابني أنا يلعب لعبة هذا أعتبره ذكي، لا هذا مو ذكي. أنا أريد من ينتج هو راح يكون اللي يعرف يستخدم التكنولوجيا بشكل مضبوط. فإحنا ما نريده كمستخدم، بنريده كمبدع قادر إنه يبني مشروعه الخاص ويحول أفكاره إلى أرض الواقع. طبعاً إحنا مو بس نعلمه أيضاً شلون يكتب الكود، بل شلون يفكر بطريقة إبداعية. وهذا الكورس راح يكون استثمار في عقول مستقبلهم، وهو بوابة أيضاً للدخول إلى عالم التكنولوجيا وبثقة واحترافية. طبعاً ما أريد أطولها عليكم، خلونا نشوف هذا المقطع الفيديو ونرجع نشوف بعدين مشاريع الطلاب اللي مسوين مشاريع برمجية. مرحبا بكم في أفضل كورس لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والأردوينو في العراق. أنا أستاذ نور شكوري، مدرب معتمد وأيضا مؤسس نادي الطفل الموهوب، وحاصل على عدة شهادات في مجال التدريب. قمت بتدريب مئات الطلاب على البرمجة والذكاء الاصطناعي، وحققنا نتائج ممتازة في المسابقات العالمية والمحلية. خلال هذا الكورس راح تحصلون على أكثر من 80 درس على شكل فيديوهات عالية الدقة مقسمة إلى 3 كورسات. الكورس الأول راح نتعلم من خلاله أهم أساسيات البرمجة، وأيضا راح نتعلم طريقة تصميم وبرمجة الألعاب وبأسلوب ممتع وعملي. الكورس الثاني راح نتعلم من خلاله أهم أساسيات الذكاء الاصطناعي، وندخل في عالم الذكاء الاصطناعي ونتعرف على تطبيقاته اللي نستخدمها في حياتنا اليومية. ثالثاً وأخيراً كورس الأردوينو والدوائر الإلكترونية، نتعلم من خلاله بناء مشاريع إلكترونية وتحويل الأفكار إلى برامج على أرض الواقع. راح يجيكم الكورس على شكل بوكس متكامل يحتوي على دفتر ملاحظات وقلم، وأيضاً فلاش ميموري من سعة 32 جيجا بايت. وأيضاً يجي ويا الكورس كيت أردوينو احترافي يحتوي على جميع القطع المستخدمة في الدورة. وفي نهاية هذا الكورس راح يكون ابنك قادر على تحويل أفكاره إلى مشاريع حقيقية اللي تأهلوا للمشاركة في المسابقات العالمية مثل ما شاركوا بقية الطلاب قبله. اليوم شاركنا بهالمسابقة الرائعة جدا والمختلفة اللي هي الطفل الموهوب. لما كانوا الشباب الصغار، ما نسميهم أطفال لأنه هذا الذكاء يليق بالكبار، لما كانوا يسوون هالعمليات والحساب الذهني، نحن واقفين هون. أنا قلت له الأستاذ بأنه الكل رابح، لأنه طالما قدرنا أن نوصل الطفل أنه أن يكون بهذا المكان ويكون عنده هذا التحدي وهالفكرة وهالإصرار أنه يجاوب على كل هذه الأسئلة، فهذا بحد ذاته هو نجاح. فأطفال اللي كانوا الأقل عمراً عندهم 60 سؤال ب10 دقائق، يمكن نحن الكبار يحتاج لنا ربع ساعة على ما نقراها، فتعال نحلها، فشيء صعب علينا. ولكن هل الشباب الصغار اللي صار عندهم هذه الجرأة أن يتحدوا نفسهم ويجون يعملون هذا الاختبار، أكيداً ما سهل. وإذا تريدون حتى تعرفون أنه هذا الاختبار مو سهل أبداً، ستنوزعوا هذا الاختبار علينا كلنا وننطي ساعتين يمكن ما نقدر نحن نحلها. فهذا الشيء اللي صار اليوم يخلينا نحن نشعر بالأمل، خلينا نشعر نحن بالفرح، يخلينا نحن نطمئن على مستقبل شبابنا ومستقبل مناطقنا ومستقبل بلدنا، لما يكون عندنا هاك فئة عندها هذا الإصرار. إذا كانوا هالصغار عندهم هذا الشيء. شيء آخر اللي لفت أيضا انتباهي وانتباه أبونا الخوري، إنه هاي الطفلة الحلوة اللي قاعدة بصفنا اللي بكيت، فسألناها ليش بكيتي؟ قالت لي أنه ما لحقت أجاوب كل الأسئلة. طيب كم سؤال بقاكي؟ 4. طالب صف أول ابتدائي ينعطاله 60 سؤال، يجاوب أكثر من 50 سؤال ب10 دقائق. هذا ما بس موهوب، هذا خارق
لهذه الموهبة، وكل الأسئلة اللي هي بالرياضيات. الشيء الآخر الجميل أنه قعدت بصفنا وصارت تعلمنا على هاي الماكينة الصغيرة شلون هي تعد بالأرقام. اي ف10 دقائق أنا وأبونا يمكن ما تعلمنا. فأسقط هي صعبة. فلما يكون اكو طفلة بهذا الهمة والنشاط انه نحن بخير، وكل ما كان يتقدم المستوى كل ما كانت الأسئلة تزيد 60 و150 يمكن و200 سؤال، فشيء رائع جدا. اخوتي الاعزاء، اليوم اللي انتم موجودين افتخروا بيهم وحافظوا عليهم، لانه هذول هم الكنز الحقيقي، هذول هم المستقبل، هذول اللي هم راح يبنون بلدنا، منطقتنا، كنيستنا، كل شيء. القسم الثاني اللي ما شفنا هذه الابتكارات. دائما ثلاثتهم سألناهم سؤال واحد: شنو هي الغاية؟ طلعنا بنتيجة وبمحصلة أنه غايتهم ثلاثتهم هي ابتكار شيء يسهل حياة الإنسان، سواء كان الإيد أو هذا الصندوق اللي راح يكون كرسي للمعاق أو البرمجة. هاي الثقافة اليوم اللي نحن محتاجيها، أن نزرع ثقافة بأولادنا الصغار، ثقافة احترام الآخر، مو الاستهزاء بينه، ولا أن نقلل من احترامنا له، ولا أن نقلل من قيمته، لأنه هذا الإنسان اللي اليوم وقع في إعاقة معينة صار واجبنا نحن كلنا أن نساعده. ولكن للأسف اليوم نحن نشوف يمكن بالمجتمع لما يكون شخص عنده إعاقة معينة أو فد شيء يهمل، ينترك لمصيره، ينترك أنه يعيش هذا الألم وهالعوق لوحده. فشيء رائع وجميل جدا اللي هو أروع من ابتكار هذا الجهاز هو زرع الإنسانية في قلب هؤلاء الشباب الصغار. هذه الإنسانية اللي زرعت بداخلهم هي رائعة، لأنه هذا الطفل وهذه الطفلة من هذا العمر الصغير ما بدأ يفكر بنفسه ولا براحته ولا بلذات حياته، صار يبدي يفكر بأخوه الإنسان المحتاج، شلون أني أقدر أساعده بالإمكانيات. فسهروا وتعبوا وعملوا هالأجهزة البسيطة، يمكن اللي هي فعلا بسيطة ولكن هي عظيمة جدا بفكرها وعظيمة جدا بغايتها، أنه أني أصنع شيء أسهل من حياة الآخر. اليوم كثيرين من يمتلكون القوة وغيرها يصعبون الحياة ويعرقلون بها كثير الأمور، ولكن نشوف هالشباب الصغار كي يعطونا اليوم درس مختلف، كي يعطونا درس إنساني، درس إيماني، درس أخلاقي، شلون لازم يكون الإنسان يتعامل مع أخوه الإنسان. فهذا أكبر وأجمل درس اليوم أخذناه في حياتنا، أنه هذا الطفل وهذه الطفلة بهذا العمر يفكرون بالإنسان الآخر. عسى ولعلهم كل من اليوم عنده الإمكانية وعنده السلطة وعنده القرار أن يقدر يساعد الآخر أنه ما يقصر، وإذا ما يقدر خليه يتعلم من هذول الأطفال الصغار، خليه يتعلم شلون يبدي يفكر بالآخر، شلون يبدي يخفف على حياة الآخر مو يثقله. فشكرا جزيلا على كل الأشياء اللي عملها هذا المركز أو هذا النادي في شبابنا الصغار، زرع بيهم العلم والثقافة، زرع بيهم التحدي، وزرع بيهم أيضا الإنسانية وحب للآخر. فاليوم كل واحد من هذول الشباب والشابات الصغار اللي شاركوا في هذا البرنامج أنا أعتبرهم
ربحوا بأهم درس وأهم امتحان في حياتهم اللي هو امتحان الإنسانية، فنجحوا بينه. هنيئا لهم وهنيئا لعوائلهم اللي كي تقدر أن تدفع بأولادها وبناتها في الطريق الصحيح. ويا ريت أن يكون درس لبقية العوائل أن تمشي في هذا الطريق اللي أنتم مشيتوا بينه، واللي أنتم أيضا كي تحافظون على أولادكم. الله يوفقكم جميعا إن شاء الله، ودائما هكذا نشوف هالأمور الرائعة والجميلة في مناطقنا وفي قرانا وفي محافظتنا. شكرا لك على كل هذا العمل اللي قمت بينه. واليوم فعلا هذه الساعة اللي قضيناها كانت ساعة جميلة من المشاهد الرائعة. وهسه نرجع مرة ثانية إلى معلمتنا مريم تعلمنا الحساب، عسى ولعله نتعلم. الله يبارك بكم. شكرا لك سيدنا على هذه الكلمات الجميلة الصادقة من القلب. وأيضا راح نبدي نعلن نتائج الفائزين أو الناجحين باختبار اليوم اللي هو عن الحساب الذهني. أسماء طلاب الفائزين: المركز الأول، الفائز بالمركز الأول على مستوى الروضة هو شربل ويلسون أفرام. خليه يجي شربل حتى يستلم هدية. الفائز بالمركز الأول على مستوى التمهيدي هو نايمار أنمار رياض. الفائز بالمركز الأول على مستوى الأول هو إلينا ألين لويس. والفائز بالمركز الأول على مستوى الثاني هو جوزيف حسان سالم. رح ننتقل إلى المركز الثاني. الفائز بالمركز الثاني على مستوى الروضة هو تالا آرام رفعت. الفائز بالمركز الثاني على مستوى التمهيدي هو شربل نشأة مبارك. الفائز بالمركز الثاني على مستوى الأول هي كارين زياد. الفائز بالمركز الثاني على مستوى الثاني هو لافنت فادي جمال. ننتقل إلى المركز الثالث. الفائز بالمركز الثالث على مستوى الروضة هو رامي ريان سالم. الفائز بالمركز الثالث على مستوى التمهيدي هي لوسين آيسن جورج. الفائز بالمركز الثالث على مستوى الأول هو ثائر رامي إلياس. والفائز بالمركز الثالث على مستوى الثاني هو بهنام واثق بهنام. مرحبا، أنا شمي ستيلا نور، عمري 11 سنة بصف السادس ابتدائي. أنا يلي النادي ستيم كيدز كلاب وليبلي برمجة الذكاء الاصطناعي. طبعا أخا كيتو خازيتو مشروع ودي مشروع 3D هاند روبوت يد الذكية. سليلي فكرة هذا المشروع إنه أنا غزيلي ذوي احتياجات الخاصة دق محتاجة إذا ذرادة دي مقطوعة، فغزيلي إنه محتاجة مشروع 3D هاند روبوت. طبعا أخا أنا كان برمجته هذه يد
يد كان مرشح من طريق بيكتو بلوكس وكان مخصصة خائق مع حركات على مود مثلا مدودة قمي كاميرا دودة على حركات وهذه يد مصنوعة من بلاستيك كم طبع أخلى من طابعة 3D وكان مستخدم بهذه يد سيرفو موتور دي اللي شولع ديك مشاغل 180 درجة إلى اليمين إلى اليسار بدك واضح حركة وآخر كيف مستخدم أردوينو وبعض الأسلاك على مود مشغلة يد وده دوضخ مع حركات قميخو. وأنا كنت كذا أني حركات دي برمجتها مقامي. أنا شمي ماثيو دريت عمري 11 سنة يلي بلي أستاذ نور بستيم كلاب. هذا مشروع نموذجي للفكرة ديت لي إنه مساعدة هذا يعني الناشي دت مشاكل بالمشي هذا مساعدي له ما فيه مندي مساعد بحركة مثلا أو ما فيه مندي دق بقالة دلب يعني دت ناشي مساعده لأن هذا أخ حساس الحريق إن دارت قداح قمح أو يحصل له حريق ما تحسس إنه يثاخ يعني ما تحسس حريق بتولي عاز هذا كرت كاوذ مخبزة يشمح كاوذ قالة حتى تولي عاز إنه إذا حريق دوت خمندي هو آخر يتحسس رطوبة وحرارة ما تحسس رطوبة كان ثقلة هم كيولي عاز لهذا وإحساس الصوت كود هذا كم شغل الغلوبات آخر وهذه مقاومة ضوئية ديك بيش ظلمة هم من هالغلوبات. مرحبا أنا شمي كارلا زياد عمري 12 سنة يلب لي بنادي الطفل الموهوب أكيد أستاذ نور. مشروعي إنه لعبة لا حكمة خبقاوح عن طريق إذن لك بأخلاق كيبورد ولا دقم.